بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الوصفه بتاعتنا هتكون فول معمول بطريقه جديده وتغيير. بس قبل ما نقول الوصفه بتاعتنا بنذكر ربنا سبحانه وتعالى. انا هقول المره دي دعاء الاستغاثه او دعاء الاجابه. يعني لو انت عايزه تقولي حاجه او نفسك في حاجه ربنا يحققها لك بتقولي الدعاء ده، وربنا ان شاء الله يحققه لنا جميعا اللي احنا عايزينه. اللهم إني أستعين وأستغيث بروحك الكريمة. اللهم إني أستعين وأستغيث بروحك الكريمة. اللهم إني أستعين وأستغيث بروحك الكريمة في قضاء حوائجي. وبتقوليها وتشوفي اللي انت عايزة تقوليها، الحاجة اللي انت نفسك تتحقق بتقوليها بعد كده بعد الدعاء ده ان شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. احنا النهارده هنحتاج فيها ايه؟ هنحتاج فيها فلفلايه رومي، هنحتاج فيها قرن فلفل حار، طماطم. دي شيري، مش مهم طبعا انت تجيبيها شيري، طماطم عاديه، انا عشان بس دول عندي فانا هستخدمهم. وفول، شويه فول انا ضربتهم، احنا محتاجينهم مضروبين، وطحينه لو انت عايزه. دلوقتي بقى هنضرب الطماطم. دلوقتي هضرب بقى الطماطم والفلفل الرومي والفلفلايه اللي هي الحاره، هضربهم مع بعض وهاخدهم احطهم على النار. تعالوا بقى نشوفهم هنعملهم ازاي. ودلوقتي انا سخنت الطاسه وعليها الزبده او اي ماده دهنيه انت عايزاها، وهحطها طشها بقى في اهي، وهسيبها لحد لما تستوي. وهي بتطش بقى الطشه الحلوه دي كده، عماله تطش كده، نحط الملح ونحط شويه فلفل اسود ونحط البابريكا. يا نهار ابيض، البصمه. نحط شويه بابريكا، انت عايزه بقى تزودي كمون، زودي اي حاجه، دي حاجه براحتك اهو. والبخار اشتغل وهي عماله بقى تشكشك الشكشكه الجميله دي كده الحلوه. بنروح نازلين بالفول المطحون اللي احنا طحنينه اللي هو كده اهو كده. ربنا يهدي البخار ده اهو. نقلب بقى. على فكره التسبيكه دي بقى ممكن تعمليها المكرونه، ممكن تعمليها شويه جمبري، ممكن تعمليها لاي حاجه. شويه الفراخ حلوه جدا، طعمها مش قادره اوصف لكم على روعه روعه روعه. استنوا بقى كده اما اشوفه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم حلوه جدا جدا جدا. والله انا على فكره ما بقولش حاجه مجامله لنفسي ولا حاجه، انتوا جربوا وشوفوا، حلوه جدا الطعم ده. شوفوا طريقه الفول الحلوه الجديده دي، جربوها بقى واعملوها. تعالوا بقى نحط عليها بقيه الحاجه اللي احنا ايه عايزين نحطها. الحاجه اللي احنا هنحطها بقى دي مش اجباري، دي حسب اختيارك انت. شايفين الجمال؟ بصوا يا وعد يا وعد يا عيني، ايه ده؟ ما تقوليليش بقى لحمه ولا فراخ ولا الحاجات دي، والله العظيم ساعات الحاجات دي اللي هي البسيطه دي بتبقى يعني في الاكل جميله جدا، زي البطاطس المحمره والبتنجان المخلل والبتنجان المسقعه والفول والحاجات دي. ساعات بتبقى حرشه كده، بتبقى حلوه، الواحد ساعات بيحب ياكلها. وسع بقى للكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شايفين بقى السخونيه والبخار الطالع بقى كده، وحاجه يعني تفتح النفس. احلى طبق فول هتاكلوه. بص بقى الاول بقى نعصر الليمونه بقى كده عليه. الليمون ده حسب هواكي انت عايزه تحطي ليمون حطي، مش عايزه دي حاجه ترجع لك انت، يعني محدش هيجبرك عليه. تحطي ليمون، تحطي اعصرها اهو 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 اهو. نحط بقى شويه صنطاطين كده ليمون اهو كده، وبعدين نحط طحينه لو انت عايزه برضو طحينه، دي حاجه برضو حسب رغبتك. نحط بقى كده على الوش بقى كده شويه طحينه حلوين زيكم. ونحط بقى كمان شويه زيت مع السمنه، انا حاطه زبده، احط شويه زيت كمان، يعني الزبده بتحط لها شويه زيت معاها مفيش مشكله. وبعدين بقى نحط لها بقى دول كده الطماطم الشيري دي، تحس ان انا عيانه مش عارفه ليه وكده. ايه رايكم بقى في طبق الفول الجميل ده اهو؟ احلى صباح وتفطروا الفول مع العيش بقى الطازه والمخللات بقى، ولو عندك بقى كمان بتنجان مخلل يا سلام يا سلام. تاكلي بقى كده وتنبسطي ونقول الحمد لله رب العالمين. يا رب يكون عجبتكم الوصفه وتعملوها. الف هنا وشفا ليكم لما تعملوها. شكرا.